السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ نعمل الايرور هاندلنج. تعالى يلا نخش على فيس كود. تمام، تعالى بقى الأول نشوف المشكلة ونشوف الحل اللي احنا هنعمله. تعالى كده نشغل السيرفر الأول. تعالى نعمل زوم ونشغل السيرفر، نقول npm run dev. تمام اشتغل اهوت. تعالى بقى نفتح بوست مان. ولو جينا هنا عملنا سند كده، زي ما انت شايف الايرور بيطلع لنا ب HTML. بس لا، احنا عايزين اصلا نرجع للفرونت الايرور بيكون كريسبونس، بحيث ان هو يهندل الايرور ده عنده في الفرونت. هو بقى يعرضه ب HTML بقى CSS هو براحته اهو، لكن احنا يرجع كريسبونس زي ما بنرجع عادي الداتا بتاعت اليوزر وكده. فنرجع لفيس كود تاني. طبعا الايرور هاندلنج ده اللي احنا هنعمله ده بيبقى جلوبال على الموقع كله، بحيث انه يستقبل اي ايرور يحصل في الموقع. تعالى بقى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. تعالى كده نعمل فانكشن. نقول له هنا اول حاجه نعمل كومنت، نقول له ايرور هاندلر، وبعدين نقول له كونست ايرور هاندلر، ونقول له الارو فانكشن بتاعتنا. وطبعا الارو فانكشن دي هتستقبل مننا 4 بارامتر. اول حاجه الايرور، بعد كده الريكوست، بعد كده الريسبونس، وبعد كده النكست. تمام، دلوقتي في بارامتر جديد اتضاف معانا واللي هو الايرور. الايرور دوت هو الايرور اللي احنا هنستقبله اصلا من اي ايرور هيحصل في البروجكت كله. يعني ايه؟ تعالى نشوف دلوقتي. هنقول له response دوت status، يعني بنرجع حاجه عاديه جدا اهوت. هنقول له ايه؟ هنقول له ايرور دوت status. يعني ايه؟ دلوقتي بقول له هات لي الايرور اللي جالك دوت وهات لي الستاتس بتاعته. يعني نفترض مثلا اطلع فوق كده، هنا مثلا هيحصل فوربيدن ريسورس مثلا، تمام؟ فهنا هيجيب لي الستاتس بتاعه اللي هو 300، قصدي 403. فهيجيب لي هنا الستاتس ويضيفه في الستاتس هنا كده. تمام. طب افرض مثلا مالوش ستاتس، هنقول له بقى ايه؟ او ضيف لي 500. لو دوت مالوش ستاتس، الايرور اللي راجع دوت مالوش ستاتس، فهيضيف لي ايه باي ديفولت ال 500. تمام. نقول له بعد كده جيسون بقى. الجيسون هنا بقى محتاجين نرجع ايه؟ اول حاجه محتاجين نرجع سكسس بفولس، وده بديهي جدا لان الامر ايه؟ ما اتحققش. بعد كده هنقول له ايرور مسج MSG مثلا اختصار، ونقول له ايه؟ ايرور برضو دوت مسج. هو جواه حاجه اسمها مسج. المسج دي اللي هي ديت الفوربيدن ريسورس. تمام. لو دوت الايرور ده راجع، يعني لو برضو اي ايرور تاني راجع، مثلا لو نفترض النو توكن بروفايدد مثلا، هيبقى دي الرساله بتاعته، ودي برضو هيبقى الستاتس بتاعته. تعالى ننزل. طب افرض ما عندوش رساله مثلا، فنقول له او برضو، فهنقول له internal server error. تمام كده احنا خلصنا الايرور هاندلنج بتاعنا. بس طبعا لسه ما خلصش خالص. دلوقتي احنا قلنا ان ده ميدل وير، محتاجين بقى نشغله على البروجكت كله، بحيث ان لو في اي ايرور حصل فهو يستقبله على طول. فازاي نخليه جلوبال على البروجكت كله؟ هنستخدمه جوه app.use. تمام. فتعالى ننزل تحت خالص هنا كده، نقول له، فهنقول له هنا app.use الايرور هاندلر بتاعنا، ونسيف. وتعالى بقى ايه نشوف في ايرور هنا. تعالى نشوف الايرور. بيقول لك ريسبونس ديت انا هنا مكرر على فكره الريسبونس. انا بدل ما اكتب ريكوست وريسبونس كررتها مرتين، اللي هو دوت. انا اقول له هنا ريكوست مش ريسبونس. تمام. سيف. مفيش اي ايرورز شغاله. نعمل بقى، تعالى على البوست مان هنا. بص لاحظ شكل الايرور كان بيرجع ازاي. تعالى بقى نعمل سند كده ونشوف. زي الفل، ده اللي احنا محتاجين. هنا بيقول لك نو توكن بروفايدد. ليه؟ لان هنا احنا اتفقنا ان دوت الجيت اول يوزرز، فهو هنا بيحتاج التوكن. ولاحظ برضو هنا بيقول لك internal server error، فدوت ما رجعش الستاتس بتاعه النو توكن بروفايد. فتعال نشوف المشكله. نرجع هنا. تمام، هنا بيقول له ايرور ستاتس، وهنا 500. هنا رجع ال 500 على فكره، معنى كده انه مش شايف الستاتس دي. طب تعالى مثلا نشيلها، ونقول له نفتح الاري ونقول له هات لنا الستاتس اللي هو ده، اللي هو الكوز ده. نضيفه هنا كده ونسيب. وتعالى نعمل سند. طبعا اشتغل اهوت وقال لك 401 ان اوثرايز. تعالى هنا كده اللي هو دوت.
لانه توكن بروفايدد الستاتس بتاعته ال 401 اللي هو ان اوثرايزد. ليه؟ لان احنا قلنا ان الاي بي اي دوت هيحتاج التوكن، لان الادمن بس هو اللي مسموح له انه يستخدم الاي بي اي ده بس. زي الفل. تعالى بقى نرجع هنا كده كده. طبعا احنا خلصنا فيديو النهارده. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله عايزين بقى نبدا نهندل الدنيا ونعمل ريفاكتور للكود. زي ما انت شايف كده الفايل بتاع الاب اتملى تاني اهوت، بعد ما فضيناه وكان نضيف اتملى تاني اهوت. فاحنا عايزين ايه؟ نعمل له ريفاكتور بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي ونظبط الدنيا يعني كده. ولو في اي حاجه وقفت معاك ما تنساش تقولها لي في الكومنت، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد وسلام.